سوريا وبلاد الشام تحت السيطرة المصرية. تبدأ القصة بوفاة الملكة حتشبسوت، وسابت وراها مملكة قوية مترامية الأطراف لوريث العرش اللي كان صغير وقتها. فلما وصل الخبر لأمراء الشام عملوا تحالف آسيوي يجمع بين جميع مدن الشام للاستقلال عن مصر اللي كان بقيادة ملك قادش وأمير مجده. فالملك تحتمس الثالث قرر إنه يباغتهم ويروح يقضي على الحملات المتمردة في الشام. وأول درس علمه للبشرية الملك تحتمس الثالث وهو التفكير خارج الصندوق بسلوكه الطريق الوعرة اللي بين الجبال اللي ما كانش أبدا العدو متوقعها. والدرس الثاني هو اختيار الطريق الأصعب دايما بيؤدي للنجاح، ودايما الطريق ده بيقل فيه المنافسين وتقوم معركة من أضخم وأهم المعارك في التاريخ، وهي معركة مجده، واللي بيثبت فيها جلالة الملك تحتمس الثالث بأنه الأفضل كفاءة عسكرية في التاريخ. وبعد الهزيمة الساحقة للتحالف الآسيوي حاصرهم في المدينة وأجبرهم على الاستسلام، وبكده تحتمس الثالث بيثبت استحقاقه في السيطرة على دول الجوار الآسيوي. وأضفوا لمعلوماتكم بأن جلالة الملك تحتمس الثالث هو الملك الوحيد في التاريخ الذي لم يهزم في أي معركة خاضها، وهنا تكمن العبقرية مع الهيمنة المصرية.